يوم جديد كله حياة، شمسه بتبتسم وناس وهوا، والعصافير بتغني في سماء غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب، ويلاقي نصه التاني يروح معاه ويملى الحياة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام يا رب العالمين. طريقة العيش الفلاحي أو العيش التبطيط طريقته سهلة خالص وبسيطة. الناس يعني اللي حابة تجرب أو تعرف العيش الفلاحي بيتعمل ازاي، تابعي بس معايا الفيديو للنهاية وانت هتعرفي أدق التفاصيل وازاي يطلع معاك حلو. وعايزة طبعا تعملي بكمية صغيرة عادي برضو اعمليه زي ما انتوا شايفين كده. بلاستيكة طبعا احنا مخصصينها للعجين بس، اللي هي البلاستيكة دي. حطينا مية دافية لو احنا في الشتاء، مية ساقعة بنكونه في الصيف. فطبعا احنا اليومين دولت في الشتاء، مية دافية وملح وخميرة والدقيق. وما شاء الله احنا بنعملوه بالبركة كده من غير مقادير ولا حاجة، وبيطلع زي الفل. اهو زي ما انتوا شايفين بعد ما حطينا الدقيق على المية والملح والخميرة، حماتي طبعا ربنا يديها الصحة هي اللي عجنته. قعدت بقى ايه، حطت الدقيق وقعدت ايه تقلبه كده بعضه لغاية الدقيق كله. طبعا احنا عارفين الكمية اللي احنا بنعملوها طبعا. قعدت تقلب الدقيق في المية لحد ايه ما بقى عجينة، وبعد كده هتفضل تلت شوية، تلته يعني شوية حلوين ومحترمين كده. ان لقت العجينة ناشفة هتحط مية، ان لقت العجينة طرية ودي يعني نادرة بتحط ايه شوية دقيق. اهو زي ما انتوا شايفين. اسفة ان انا برغى كتير بس عشان تعرفوا بس التفاصيل. اهو زي ما انتوا شايفين. هتقعد بقى تقلب الدقيق في المية بالخميرة بالملح لحد ما يصبح ايه عجينة حلوة كده. وهتشوفوا برضو معايا دلوقتي ازاي بنخبزوه في الفرن الجاش او الفرن الفلاحي. بصي استمتاع كده وانت بتشوفيه وهو بيطلع من الفرن زي الفل. اهو كده خلاص بدأ يشرب المية، الدقيق يعني بدأ يشرب المية. اهو زي ما انتوا شايفين. لو وصلت بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحط لي لايك وكلمة منك حلو. انا مرضتش اسرع لكم الفيديو عشان تعرفوا يعني ايه طريقة العجن وكده. عايزة طبعا تعملي بمقدار اقل من ده. حطي الدقيق الاول وعليه الملح وعليه الخميرة، وبعد كده انزلي بالمية حبة حبة عشان المية هي اللي هتتحكم في العجينة بتاعتك. وطبعا بتكون العجينة طرية شوية مش تكونش لابسة ولا تكون ايه طرية. واعمليه عادي لو هتخبزيه في الفرن الغاز، في ناس كتير بتعمل كده، وجربيه والله ما هتندمي. اهو زي ما انتوا شايفين كده خلاص اهو. حماتي بقى هتقعد تلته ولغاية ايه ما يبقى عجينة حلوة، وهتشوفوه دلوقتي في الاخر شكله بقى عامل ازاي. كده خلاص بعد ما لتته طبعا وعرفت العجينة عايزاها طرية عايزاها لابسة. اهو زي ما انتوا شايفين. وبنحط على وش العجينة دقيق عشان مثلا ما نغطوه كده ما يلزقش في القماشة اللي احنا بنحطوها. طبعا العجين ليه هدوم معينة بنغطوا بها العجين، ومواعين معينة بنحطوا فيها العجين. يعني مش اي حاجة نحطوا فيها العجين لان ده عجين احنا بناكلوه كده. كده خلاص بعد ما خمر طبعا وارتاح شوية حلوين، حطينا رداد على الصينية. وبرضو حماتها هتبدأ ايه ان هي تجرس العجين زي ما انتوا شايفين كده. تقطعيه بقى على حسب ما انت عايزة العجينة الرغيف كبير بتقطعي قطعة كبيرة، عايزة الرغيف العيش يكون صغير تقطعيه حتة صغيرة بس مش قوي يعني. انت بقى بتتحكمي في الحتة دي ان كان كبير او صغير. كده خلاص اهو. هتجرس كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي.
في الصينية وفي الطشت، عشان برضو يرتاح، لازم يكون يرتاح شوية كده على الصينية. كده خلاص. وطبعا الناس اللي ما تعرفش العيش ده بتاكلي بيه اي حاجة انت تتخيليها، ملوخية ماشي، بامية ماشي، مسجعة، عجة، الاكلات الحلوة اللي هي الشعبية بتاعتنا دي. كده خلاص اهو زي ما انتوا شايفين. هتقطع بقى كل الكمية اللي هي في اللي هي في البلاستيكة دي. كده خلاص اهو قطعت الصينية كلها، وهتقطع الطشت، يعني دي الصينية ودي الطشت اهو خلاص. وطبعا بنغطوه بقماشة مبلولة كده عشان وشه ما يجشفش ويقشر، يعمل قشرة يعني. وكده خلاص كنا عند الفرن، خلاص الفرن الجاش. بس مع الأسف الشديد يعني في حاجات ياما ما صورتهاش والله. كده اهو بتملي بقى بيه المطرح عشان يكون رقيق، ما يكونش حروفه تخينة، وما يكونش تخين كده وتقيل. اما يكون الرغيف طري خفيف معاك وملهوش حروف، بيطلع العيش زي الفل. كده خلاص اهو. وبتقطعيه طبعا بالسكينة نصين زي ما انتوا شايفين، وبندلدلوه وبنحطوه في الفرن اهو زي ما انتوا شايفين. دي كانت حماتي اللي قاعدة، ودي امي اللي كانت قاعدة قدام الفرن. وانا طبعا كنا خلصنا مع الاسف الشديد عيشنا، ما كنت صورتهولكوا، صورتلكوا معيش امي. وده البتاو بالسكر بالسمنة الفلاحي اهو زي ما انتوا شايفين. دي فاضية الناس يعني بتاكلها كده، بتغمسها بأي غموس تاني، بس هي المثلثة دي كنا عاملينها لمحمد ابني، كان فيها سمنة وسكر والألف أنا كلها. طبعا الناس اللي سمعان اللي هي من الأرياف فاهمة يعني ايه بتاوية بسكر، احنا بنقوله بتاوية، في ناس بيقولوا عليها جبورة، على حسب بقى كل بلد بتقول عليها ايه. ودي كمان بتاوية اهو، مش رغيف عيش طبعا، اللي هي على المطرحة دي بتاوية اهو زي ما انتوا شايفين. وما شاء الله امي يومها يعني اقول لكم وزعت صينيه بحالها بتاوي على الجيران. قول خليهم ياكلوا، يعني حرام عليهم لو كلوا، عشان ما عندهمش فرن ولا عندهمش دقيق ما ياكلوش يعني بتاوي. فعملت يعني وما شاء الله وزعت على الحبايب كلها اهو زي ما انتوا شايفين. وبيحمر طبعا من فوق ومن تحت وبيبقى زي الفل. وهكذا بقى حماتي يعني بتبطط، وانا بقطع لها حتت صغيره، يعني ببطط لها مش كبير جو، هي كده بتكمله، لان ما بتحبش حد يعني يبطط معاه كده. هي بتطلع الرغيف عشان تقولك ما يبقاش لي حروف، ما يكونش تخين من القلب، انت اعملولي يعني حبه حلوين كده نص المطرحه. وهي طبعا بتكمل زي ما انتوا شايفين كده وبتكبره وبتدلدله طبعا وبنحطوه الفرن. كده خلاص اهو. كنا خلاص بقى خلصنا صينية العيش بتاعة أمي الأولى اللي هي بتاعة البتاوي، وهنعمله الصينية اللي هي التانية برضو. أمي كانت عاملة صينيتين واحنا كنا عاملين صينية وجعر الطشت. كده خلاص اهو. أنا بقى هقعد في الصينية التانية دي وأوريكوا احنا بنخبزوه ازاي في الفرن وكده، لأن العيش ده بيقعد عندنا فترة، يعني مثلا 15 يوم 20 يوم في الحدود دي. وطبعا على حسب الاستهلاك، لو احنا استهلكناه بسرعة ما بيقعدش وحياة ربنا 10 ايام اسبوع. لو يوم ملوخية ويوم بامية خلاص كده انتهى العيش خلص. نخبزه تاني، بس ربنا يدينا الصحة والعافية وناكله ونخبزه كده يعني اهو زي ما انتوا شايفين. العيش اهو في الفرن زي الفل. اسفة ان انا هرغي كتير، هو بس رغيفين وبعد كده هسيبكم تستمتعوا مع الفيديو بهدوء من غير صوت نجو. كده العيش اهوت من بره، احنا طبعا بنلدنوه زي ما قلت لكم لان هو بيقعد فتره عشان ما يبص اهو، احمر من فوق ومن تحت وزي الفل اهو زي ما انتوا شايفين. هحط بقى كذا رغيف في الفرن، احنا بنحطه الاول وبتحدفي لوايه الجش وبتسيبيه يحمر، وبتسيبيه دقيقتين كده في الفرن عشان يتلدن.
ما يتسالكش كده ويطلع بسرعة، يتلدن يبقى حلو يعيش معاك ويبقى كويس. اهو كده خلاص. اسفة ان انا طولت عليكم ورغيت كتير، هسيبكم بقى تستمتعوا بالعيش الفلاحي في الفرن الجاش. سلام.